بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كل سنة وانتم طيبين، رمضان جاي اهو على الأبواب. يلا هلت بشاير وبشاير الخير. يلا خلينا بقى نشوف، يعني كل حاجة غالية ورمضان عايز، وغير رمضان والله كل الأيام في البيوت عايزة. انتي بصي، والفراخ غالية والكتكوت نفسه غالي والعلف أغلى، فانت الصرفي حتى لو 10 كتاكيت بس حاجة بيتك وكمالة بيتك جيبيهم. وانا عاملاهم في تقفيص زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى بيطلع لهم كله فين وفين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله بإذن الله هعمل مشروع مع نفسي، وبشتري تقع عليا الفرخة في رمضان في عز الموسم وفي عز الغلا. إن شاء الله ب90 جنيه ولا كده، بدل ما الفرخة دلوقتي ب200 جنيه. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا دول طبعا أنا جاية أغير لهم الأكل والمية. ماشي. مربيهم في تقفيص أهو، قفص عادي. ماشي. بس هم بللوا تحتهم. هعمل بصوا ما شاء الله على الجيل. هرش شويه جيل بس اكشف شويه عشان ما يغبرش عليهم ويتعب نفسهم. ماشي. هبتدي ارشرش كده تحتهم. بصوا ماشي. صح عليهم. طب عليها انت هتطلع عشان تقص. ارشرش في الحته اللي المبلولة شوية. هو عشان الإضاءة، عشان النور اللمبة نصور كده. بص باينة لا باينة الفراخ والكل. تمام. طيب بعد كده اعمل ما عنديش مشارة. الجيش قال لك اتصرف. عندي تبل. فين التبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عارفه الارض تبقى لك زي الحطبه. بسم الله الرحمن الرحيم. دول عمر 18 يوم النهارده 19 يوم. ماشي. لا هم طيب حاطينهم ميتهم. ماشي. دي فيتامينات كاتبها لي الدكتور. ماشي. احطها لها. بسم الله الرحمن الرحيم. احط الميه. بسم الله الرحمن الرحيم عليه. واحط شرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم على البركه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلهم جوه. المفروض ارفعها بس عشان التقفيص. واحط لهم العلف بتاعهم. لسه امبارح مغيره لهم العلف. بصوا العلف الكبير، الحبه الكبيره. بيجيب الفهد اللي عندنا، يعني احسن حاجه عندنا، يعني يعني هي بتاعت المزارع اللي بتيجي دي، هي الفهد اللي عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عاملاها لهم كلهم عشان مش كل شويه افتح عليهم. بسيب لهم النفس ده يتنفسوا منه عشان ما يتكتموش، لان اتكتم مني فرخه وكتكوته دلوقتي. هم كتمت مني بسبب ان انا خايفه من البرد وكده. فانا ومش عامله ميزان حراره ولا حاجه. فبلاقيهم عينهم دمعت كده، بعرف ان هم عاوزين التهويه شويه. اللهم صل على النبي. بصي الارض ناشفه زي تحتهم. بصي الارض ناشفه يعني عشان الاضاءه. بصي ده يا جماعه، انا لما بشتري في رمضان هشتريها الفرخه ب200 جنيه. ماشي. انا كده بوفر على نفسي. اللي بدفعه زياده لما بشتري الفرخه ادفعه في العلف، واكل حاجه نظيفه اضمنها. انا عارفه ماكلها ومشربها ما تبقاش فيها ضرر ولا اضرار. ماشي. بص الارض ما شاء الله لو ما غبرتهم. بصوا
ما شاء الله مبسوطين الارض لما نشفت تحتهم ماشي. والجيل ما بيخليهاش تطرى. بصوا ناشفه ازاي، تخبط اهي الارض اهي، بصوا في كل حته اهي. بس انا برش كده ايه زياده تاكيد اهي. يلا قلدوني واعملوا زيي ماشي. على قدك، انا جايبه مثلا 10 انت هات 20، اللي يقدر يجيب اكتر ماشي. اي والله الكتاكيت غاليه والعلف غالي، بس الارخص لك انت هتوفرين نفسك. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه للناس الجديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.